ازيكم؟ المباراة النهاردة مباراة الزمالك والتعادل امام المقاولين العرب. الزمالك النهاردة كان بيلعب بكل طاقته وكان التألق غير عادي. مباراة النهاردة هي مباراة ما كانش قادر حد فيها انه يخلص الدنيا وانه يخلي الزمالك يكسب او يخلي الزمالك النهاردة يتفوق على المقاولون العرب. المباراة في اولها كان في تكافؤ في الفرص، تكافؤ في المهارات، تكافؤ في الاحترافيات، تكافؤ في كل حاجة. الاثنين المديرين الفنيين اذا كان فريرا او اذا كان شوقي غريب، فالاثنين كانوا بيعندوا بعض وتقريبا كده كانوا ماسكين نص الملعب، وده كان فيها الشوط الاول. انما فيها الشوط الثاني الموضوع اتشقلب والموضوع اتغير. شوقي غريب قرر انه يدافع ويلعب على الهجمات المرتده، وفريرا من الناحيه الثانيه بدأ انه يلعب على الهجمات القوية جدا ناحية زيزو، وكمان نزول شيكابالا، وبعد كده نزول سيد نيمار، والتغييرات اللي عملها كمان نزول دونجا في نص الملعب خلى الزمالك ليه شكل هجومي اكتر من الشوط الاول. ولكن كل الهجمات دي النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالى بقى في الشويط نحكي تفاصيل كل المباراة. لو مش مشترك يا حضرتك شرفنا باشتراكك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا. النهارده هنتكلم عن مباراة كانت مباراة مفروض انها تتحسب لنادي الزمالك. النهارده المباراة اللي كانت مفروض ان تحسم او تخلي نادي الزمالك في موقع كويس جدا في جدول الدوري الممتاز او الدوري المصري. الزمالك النهارده لعب بكل طاقته، لعب بكل محترفينه، لعب بكل لعيبته، ولكن باتت كل هجمات فريرا بتغييراته باتت بالفشل. 95 دقيقة هي عمر مباراة الزمالك والمقاولون العرب، ولكن خلصت بالتعادل. نحكي بقى ونقول التشكيلة النهارده. في حراسة المرمى كان محمد عواد، وعلى مستوى اللعب في نادي الزمالك فمحمد عواد من حراس المرمى القويين جدا اللي ما بيهموش اذا كان خط الدفاع قدامه قوي او خط الدفاع قدامه مش قوي، طبعا مقارنة بابو جبل الحارس السابق لنادي الزمالك. النهارده محمد عواد كان مصاب في اول المباراه، ولكن طبعا قادر ان هو يكمل، فالراجل كمل المباراه. محمد عواد النهارده استقبل كرات كتيره جدا من المقاولين اللي كان بيلعب على الهجمات المرتده طول الشوط الثاني، ولكن في الشوط الاول كانت الهجمات متبادله ما بين الزمالك وبين المقاولين. خط الهجوم محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وعمر جابر. انا في رايي الشخصي اللي ملوش اي قيمه ان عمر جابر لازم يطور من نفسه بشكل قوي. الموضوع في الزمالك غير في بيراميدز. الموضوع في الزمالك مش هتلعب على الواقف، لا، الزمالك فيه لعيبه عندها مهارات، والمهارات دي مهارات فرديه اكتر ما انها مهارات جماعيه، فمش كلنا هنلعب مع بعض، لا. الزمالك بيعتمد على لعيبه عنده مهارات فرديه قويه جدا. قلبي الدفاع ليه نادي الزمالك مع غياب طبعا الونش، ربنا يرجعه بالسلامه، فهتلاقي ان الموضوع مقبول بشكل كويس جدا. ولكن لو بيلاعب فرقه قويه الموضوع هيختلف. خط الوسط محمد اشرف رؤى وامام عاشور واحمد فتوح. وما تقدرش هنا انك تقول احمد فتوح في مكانه اللي هو مستريح فيه، او ما تقدرش تقول ان احمد فتوح هيلعب بنفس القوة لو لعب كباك شمال. تيجي بقى لخط الهجوم احمد مصطفى زيزو، وطبعا يوسف حسن ويوسف اسامه نبيه. وعلى مستوى الناشئين او على مستوى اللاعبين الجدد فاسامه نبيه من اللعيبه اللي يعني تقدر تقول انها بدات تكون اساسي مع نادي الزمالك. مباراه كانت مباراه جميله جدا، ولكن التعادل اللي هيزعل الزمالك فيما بعد، واللي هيزعل جماهير الزمالك فيما بعد، واللي هيخلي جدول الدوري بالنسبه للاهلي اللي بيتعادل او بالزمالك اللي بيتعادل في اي مباراه هيكون في مشاكل في الدوري، علشان كل الفرق بتزق بعضيها، وفي فرق في الدوري المرة دي قوية جدا وعندها ميركاتو قوي عملوه في الصيف
وكمان في ميركاتو هيجي طبعا في الشتاء. بشكركم جدا جدا، كان معاكم اسلام محمد وحلقه جديده من الشويط في الدوري المصري. ولو انت معايا في الفيديو لغايه دلوقتي ما تنساش تدوس اللايك، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، عشان القناه دي هنتكلم عن هو كل ما هو جديد في الدوري المصري. بشكركم جدا جدا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.